بمثله في الربع ساعة الأول حملات متواصلة من فريق اتحاد بالعباس ودخول بن ميمون في المنطقة ضربة جزاء إثر عرقلة من أحد المدافعين، وبعد أن كان الحكم السيد كورجي قبل ذلك بقليل قد تغاضى الأمر أمام لمس باليد داخل المنطقة. على كل حال احتجاجات من عناصر فريق اتحاد العاصمة، ومع ذلك يصر الحكم السيد كورجي على أن ضربة الجزاء الشرعية ينفذها تلمساني معلنا عن الهدف الأول لصالح اتحاد بالعباس، كان ذلك في الدقيقة 16 من اللعب. هدف مقابل صفر بعد ضربة الجزاء هذه. يتواصل اللعب بهدف مقابل صفر، وقفة جميلة جدا من اللاعب بوحجر قائد فريق اتحاد بالعباس، كان ذلك في الدقيقة 61 تباغت الحارس بن طلعة كما شاهدنا من خلال الإعادة، وبذلك تصبح النتيجة هدفين مقابل صفر. كذلك بوحجر اللي كان يلعب كمساعد لقلب الهجوم، وتلمساني في نهاية الأمر يستطيع بعد لقطة فردية باش يضيف الهدف الثالث كما رأينا وسنشاهد الإعادة بعد انطلاقة في الجناح الأيمن. تلمساني في الدقيقة 69 كما نشاهد الآن يراوغ باليمنى ويسجل باليسرى مخادعا تماما الحارس بن طلعة. نشاهد تنفيذ الركنية هذه امام التجمع نتاع العناصر نتاع فريق اتحاد بالعباس في المنطقه، ومهاجم اتحاد العاصمه والعليلي يجد الثغره وسط هذا الدفاع ليسجل الهدف الاول والاخير لصالح فريق اتحاد العاصمه، لربما بذل مجهودات حقيقه لكن كانت متاخره نوعا ما، حيث ربما تركزت بالخصوص على العشر دقائق الاخيره